السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نصنع شنطة محصل. شنطة محصل عبارة عن 4 سوست، وش وظهر، تمام، وحاجز في النص. ان شاء الله كده بأمر الله هنبدأ نعرف المقاسات بالتفصيل ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله هننتقل للمكنة ان شاء الله عشان نبدأ في التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي هو الوش، ده الوش بتاع الشنطة، الوش والظهر. ده هيكون عدد 2 قطعة، وش وظهر، تمام، عدد 2 قطعة. المقاس 13 في 22، المقاس 13 في 22. ونبدأ نعمل لها الدوران بالبلانكة بتاعة المكنة. البلانكة بتاعة المكنة موجودة عندنا اهي. نبدأ نحدد ونقص. ده الدوران. يبقى الوش ده ان شاء الله عدد 2 قطعة، 13 في 22، تمام، ده 2. هنحتاج طبعا بطانة عدد 2 برضو، بطانة عدد 2 للوش ده، تمام. بعد كده ان شاء الله هنبدأ نفرغها، تمام، هنبدأ نفرغها بعد تركيب السوستة. هنحتاج برضو عدد 2 للوش والظهر، تمام. ده ان شاء الله ده هيكون الحاجز، اللي هو ده الحاجز اللي في النص، تمام، اللي هيفصل الجيب ده عن الجيب التاني، تمام. ده قطعة واحدة، ده قطعة واحدة. ودي طبعا السوستة، دي السوستة اللي هي خاصة بالجزء ده. يعني هنحتاج برضو عدد 2 قطعة للوش وللظهر، تمام. في هنا برضو معانا اليد هتكون 28 في 5 سنتي، 28 في 5 سنتي. في معانا برضو ان شاء الله السلسلة والجمدان. ده الجمدان ودي السلسلة، تمام. الجمدان هيكون 33 في 4.5 سنتي، 33 في 4.5 سنتي. عدد 2 اللي هو ده وده، ده الجمدان. بالنسبة للسلسلة هيكون 32.5 في 6 سنتي، 32.5 في 6 سنتي. في العرض هيكون 6 سنتي. ده برضه هنحتاج منها 2 ونبدأ نقصهم زي ما حضراتكم شايفين، لأن السوستة هتبدأ تركب هنا إن شاء الله، تمام. هنحتاج منها عدد برضه 2، اللي هو الجيب ده والجيب التاني. ان شاء الله ده يعتبر مقاسات الشنطة. هنبدأ ان شاء الله بعد كده ننتقل لمرحلة التقفيل ان شاء الله. كده ان شاء الله هنبدأ نشتغل في التقفيل. طبعا هغير الدواسة، دي دواسة خياطة عادية، هبدأ أغيرها. القطعة دي بتوفر علينا كتير، وإن شاء الله في فيديو لو حابين أشرحها لكم وأقول لكم بتتباع فين وبكام. هنجيب إن شاء الله الدواسة اللي هي بتاعة السوستة، اللي هي دي، تمام. هنبدأ نفك دي. هنبدأ إن شاء الله نشيل الدواسة، تتشال كده أهي، نضغط كده الناحية دي، نبدأ نشيل دي ونبدأ نركب دي بكل سهولة أهي، تمام. سمعنا التكة دي كده، تمام. ان شاء الله لو عايزين فيديو بخصوص تركيبها ان شاء الله بامر الله اكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هشرحها لكم بالتفصيل. هنبدا نجيب الوش بتاعنا، يكون عندنا مثلا سفنجه زي كده، تمام. نحط عليها شويه زيت ونبدا نمسح مكان ما هنركب السيستم، تمام. وممكن برضو شويه على صباعنا كده ونمسح الحروف دي، تمام. نقول بسم الله.
نظبط كده. تمام اهو. راحتنا خالص اهو. تمام كده ركبنا السوستة. هنبدأ نركب البطانة زي ما اتفقنا. السفنجة كده مكان ما الخيط داير كده. طبعا ما ننساش نكون مدين افراد اللي هو القطه بتاعتنا، نكون قاسمين النص كده طبعا. تمام، ومدين القطه بتاعتنا هنا وهنا وهنا كمان. تمام، انا بالنسبه لي عامل مكان حدود السوسته على النص بالظبط، مكان الفرط بالظبط. تمام، ده حدود السلسله بتاعتي. ان شاء الله هنبدا بقى نركب الجمدان. طبعا هنغير الدواس. هنركب الدواس اللي هو خاص بتركيب الكوردون، اللي هي الدواسه دي بتكون حفر شمال، بتكون حفر شمال. تمام كده، ده بكل سهوله بدل التعب وان احنا كل شويه نبدا نفك بالمفك. سمعنا التكه. تمام، عدي الفتله من تحت. هنبدأ بسم الله. طيب في عندي دورانات هنا، ممكن خطوة بسيطة اللي هي ندي افراد كده بحيث الجمدان الكوردون يريح معايا في الدوران زي كده اهو. انا بحاول يعني بقدر الامكان ابسط على حضراتكم. يا رب يكون الموضوع واضح. هيكون معانا بالشكل. تمام كده ان شاء الله خلصنا من الوش. هنبدأ نحضر السلسلة. هنبدأ معاكم كده نغير الدواسة. تمام، وهنركب الدواسة السوستة. منستعجلش، واحدة واحدة. نجيب الناحية التانية، هنبدأ نحطها قصادها بالظبط.
هنبدأ نديها حبة زيت كده عشان هنمشي شيمة زي ما اتفقنا، أو بصباعنا. الطريقة دي شغالة والطريقة دي شغالة. هنبدأ نفتح كده الشغل، نفتح كده بإيدينا. أنا اختصارا للوقت طبعا حضرت الجمدان والسلسلة بتوع الجيب الأولاني، تمام، ورميت الكردون بتاعها زي ما حضراتكم شايفين، شفتوا في الجزء ده. اختصارا لوقت حضراتكم نبدأ نصفي الزيادة. نبدأ نجمع السنتي بتاعنا. ده السنتي بتاعنا، دور تاني. وبالنسبة ازاي نقدر نحسب طول الجمدان والسلسلة، هتلاقوا ان شاء الله الفيديو موجود على القناة. هنبدأ ندي القطة بتاعتنا كده. الموضوع بس يكون سهل مع الجميع ان شاء الله. انا ماشي معاكم واحدة واحدة. تمام، هنبدأ بقى ان شاء الله نجمع. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم انا جمعت الجزء ده اختصارا بس لوقت حضراتكم. جمعنا، ركبنا السوستة وركبنا البطانة زي ما عملنا هنا، ورمينا الكردون زي برضو ما عملنا هنا، وركبنا الجمدان. وهنشوفه ان شاء الله دلوقتي في الجزء ده. هنركب طبعا الدواسة الخاص بالكردون.